مين الفلاح الغلبان اللي صورته اتحطت على الجنيه المصري لحد ما يجي اليوم اللي العملات المشفرة هتسيطر فيه على الاقتصاد؟ وده مستبعد قوي. هتفضل كل دولة في العالم عندها عملتها الورقية الخاصة، وعادة بيتحط على العملات دي صور الملوك، القادة، المخترعين، يعني صور الشخصيات المهمة اللي سابت أثر كبير في تاريخ البلد، لدرجة إننا لما بنحب نمدح شخص بشكل مبالغ فيه بنقول أنت صورتك هتنزل على الجنيه. لكن هل كنت تعرف إن المملكة المصرية لما عملت أول جنيه ملكي في تاريخها في عشرينات القرن الماضي حطت عليه صورة فلاح بسيط؟ الجنيه ده عمره 100 سنة، والغريب إن مفيش عليه صورة ولا ملك ولا فرعون، لكن كان صورة فلاح لابس عمة وجلابية، شكله طيب، وشه بشوش، تحس إنك ممكن تشوفه في أي قرية في الصعيد أو في الدلتا. طب إزاي فلاح مصري عادي وصورته اتحطت على الجنيه؟ أصل الحكاية هو إن عم إدريس الأكسوري كان جنايني في قصر الزعفران ضمن حاشية الأمير فؤاد، أخو السلطان حسين كامل حاكم مصر في وقتها. وفي يوم عم إدريس صحي من نومه مفزوع لأنه شاف حلم غريب، ولما مراته سألته عن الحلم رفض يحكي لها تماماً، وصمم إن هو مش هيحكي لأي حد غير الأمير فؤاد شخصياً. تاني يوم الأمير فؤاد استقبله، فعم إدريس حكى له الحلم وقال له: يا أفندينا، أنا شفتك قاعد على العرش في قصر عابدين والناس بتبوس إيدك وبيهتفوا عاش الملك فؤاد، عاش الملك فؤاد، وانا احلامي ما بتنزلش الارض خالص. الامير فؤاد ضحك وقال له: هو انا فين وعرش مصر فين؟ عرش مصر قاعد عليه اخويا السلطان حسين كامل، ومن بعده هيحكم ابنه ولي العهد الامير كمال الدين حسين، يعني انا من الفرع البعيد قوي عن حكم مصر، ثم ان مصر اصلا سلطنه مش مملكه، يبقى انا ازاي هبقى ملك؟ ادريس قال للامير: يا مولانا، انا مش بفهم في السياسه، لكن انت هتبقى ملك مصر، وانا احلامي ما بتخيبش. فالامير فؤاد ضحك تاني وقال له: طيب لو ده حصل يبقى اقل مكافاه ليك اني هحط صورتك على اول جنيه يصدر في عهدي. وتمر الايام ويتوفى السلطان حسين كامل سنه 1917، وكان الطبيعي انه ابنه الامير كمال الدين حسين يكون هو الحاكم من بعده، لكن الامير بيتنازل فجاه عن العرش وبيحصل فراغ كبير في الحكم، فيتحول الامير فؤاد الى السلطان فؤاد حاكم مصر. بركاتك يا عم ادريس. لكن حتى بعد ما كل ده حصل لسه مصر سلطنه مش مملكه، يعني النبوءه نقص. ولكن لان احلام عم ادريس فعلا ما بتخيبش، تنتهي الحرب العالميه الاولى بعد سنه واحده من تولي السلطان فؤاد للحكم، وتقوم ثوره 1919. بعدها الحركه الوطنيه المصريه تطالب بالاستقلال التام، وتحصل مصر فعلا سنه 1922 على استقلال جزئي من بريطانيا، ويتحول لقب السلطان فؤاد الى حضره صاحب جلاله الملك فؤاد الاول. اصل زي ما بريطانيا عندها ملك، احنا كمان هيبقى عندنا ملك، راسنا بقت براسهم بقى، ما عادش في حمايه بريطانيه على مصر. وعشان كده لما الملك فؤاد قرر يصدر أول جنيه في العهد الملكي منسيش وعده القديم للجنايني البسيط، وفي سنة 1926 صدر الجنيه المصري وعليه صورة فلاح مصري فخور، وهو عم إدريس، الراجل اللي كان عنده بصيرة أقوى من كل مطبات السياسة. بمرور السنين بقى جنيه عم إدريس من المقتنيات النادرة اللي بتتباع بألوف الجنيهات، لأن غالباً مصر هي البلد الوحيدة في العالم اللي كرمت إنسان فقير على عملتها وهو مش قائد ولا سلطان.